ماذا كتبوا على جسر فيكتوريا؟ كتبوا على جسر فيكتوريا في 4 محلات، في 4 أمكنة: الله، سوريا، إيران، حزب الله، التيار الصدري. وبس. أعيد: لقد كتبوا على جسر فيكتوريا الله، سوريا، إيران، حزب الله، التيار الصدري. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المعركة في سوريا تديرها هذه الأطراف. هذه الثورة، هذا الظلم وهذا الإجرام وهذا القمع للثورة السورية وللشعب السوري تديره تلك الدول التي تسمى بالهلال الشيعي: إيران، العراق، سوريا، حزب الله. يقودون المعركة ضد الشعب السوري المسلم الموحد. وإلا لماذا يكتبون ذلك؟ فسروا لي. ما تفسير هذا؟ ما تبريره؟ ماذا نقول عن هذه العبارات؟ الله، سوريا، إيران، حزب الله، التيار الصدري. وبس. أليس معنى ذلك أن إيران قد دخلت في أرض المعركة بكل ما تملك من قوة عسكرية ومالية ومخابراتية ضد الشعب السوري وضد الثورة السورية؟ ألا يعني ذلك أن حزب الله قد دخل بكل ما يملك من أسلحة وعتاد وجيش ضد الشعب السوري؟ ألا يعني ذلك أن التيار الصدري وبعض الفرق الشيعية، فرق الموت التي كانت تسمى، قد نزلت إلى سوريا وأخذت تقمع الشعب السوري المخلص؟ إنهم يريدونها طائفية، ونحن لا نريدها طائفية. نحن نحذر حزب الله والتيار الصدري وغيرهم من الفرق التي دخلت إلى سوريا لقتل الشعب السوري. نحذرهم من العاقبة التي تنتظرهم. ألا يكفينا النظام السوري بكل أجهزته القمعية قتلا وسلبا واعتقالا وإجراما وسحلا؟ ألا يكفينا هذا؟ ألا يكفينا النظام السوري؟ لقد رأينا بأم أعيننا على التلفزيون الفرقة الرابعة تنادي بعض الملتحين، وليس في الجيش السوري ملتحون. نعم. ظهر ملتحون في الجيش السوري ومعهم أسلحة يرفعونها. يقول أهل الفرقة الرابعة: أهلا 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 بجماعة حصر نصر الله، وهذا مصور وثابت. وكذلك رفعوا العلم حزب الله الأصفر. هذا ما في حتى بالمظاهرات. وهناك جثث تخرج من سوريا إلى لبنان، تعود إلى لبنان محملة من جماعة حزب الله. فحزب الله داخل في المعركة، والتيار الصدري داخل في المعركة، وإيران داخلة في المعركة. فليعرف ذلك العالم العربي، ولتعلم الجامعة العربية بأن هذه القوى قد دخلت في أرض المعركة ضد الثورة السورية. لقد وقفت إيران ووقف حزب الله مع كل الثورات السورية ولو ظاهريا، إلا في سوريا وقفوا مع النظام الأسدي الدموي ضد إخوانهم المسالمين، ضد الثورة السورية المباركة.